السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات تعلم اللغة الإنجليزية. معاكم مستر أحمد الرصد. موضوع النهاردة موضوع مهم جدا وجميل جدا وشيق، وفي تركاية في آخر الحلقة، يا ريت نتفرج على الحلقة للآخر علشان نستفاد. طبعا موضوع حلقة النهاردة few والليتل أو little. كلنا عارفين إن الاتنين معناهم القليل من، ولكن few قليل من للاسم المعدود أو للعدد بيأتي بعدها اسم معدود جمع، بينما little بيجي بعدها اسم مفرد غير معدود، يعني كده كمية على بعضها. تعالى نعرف الفرق بينهم على السبورة ونرجع نقول التركاية بتاعتنا. المثال الأول ممكن أقول there are a few books on the desk. في القليل من الكتب على الديسك. طيب نلاحظ هنا ان فيو قليل من جاء بعدها اسم جمع بيتعد، الكتاب جمعه كتب، فهنا قلت box ما قلتش book. تمام؟ فا few books. بينما تعال نروح ل little، ممكن اقول there is a little coffee in the cup. نبص هنا هنلاقي ان little جاء بعدها اسم مفرد ما بيتعدش، القهوة هنا اسم مفرد ما ينفعش اعده، فهنا little معناها القليل من، جاء بعدها اسم مفرد لا يجمع. تمام؟ تعالى نروح بقى للتركاية الخطيرة اللي اغلب الناس ما تعرفهاش، او نقدر نقول بس الناس اللي هي الادفانسد هي اللي عارفة الفرق بين اللي انا هقوله ده. few shops are open now. في محلات قليلة فاتحة دلوقتي، بس المعنى هنا سلبي، كمية المحلات أو عدد المحلات قليل جدا 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 لدرجة ان انا ممكن اخرج ملاقيش محلات فاتحة. ولكن لو كتبت a few shops are open now، في محلات قليلة فاتحة دلوقتي، فهلاقي هخرج هلاقي محلات فاتحة، اقدر اشتري طلباتي وارجع. ولكن مش كل المحلات او مش محلات كتير، ولكن هنا اقدر، هنا مفيش محلات فاتحة، نادرا لو لقيت محل، فهنا يحمل من غير حرف ال A، فهنا يحمل معنى سلبي. طيب تعالى نشوف little. ممكن اقول there is، ونقول كده little أو a little milk in the fridge. in the fridge، في كمية حليب قليلة في التلاجة. لو قلت little معناها ان كمية الحليب لا تكفي شيء، ما تكفينيش. لو انا مثلا هفطر ولا حاجة فالكمية دي قليلة جدا جدا، ما تكفيش حتى الفطار، او ان الواحد مثلا ممكن يشربها في كوباية. ولكن there is a little milk ممكن يكون في نص ازازة لبن، نص كوباية، فاقدر حتى ان انا اشربها، او مقدار يكفيني. تمام؟ يبقى little كمية ما تكفيش، a little الكمية هنا ممكن تكفي، few العدد هنا ما يكفيش، لكن a few العدد ممكن يكفي. أتمنى نكون عرفنا الفرق الجوهري
والمميز بين few و a few little و a little، وتكون الحلقة مفيدة للجميع. لو أول مرة تشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.